ماتش ود جديد يا نجوم مصر، ماتش ود جديد يا نجوم مصر. لا ماتش ودي بنسخن الماتش، ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. شايف كل عيبة بتستاهلوا الطرد، عقبال الكاس لا ينفعوا ماتشات. ست البنات، انا عارف ان انا تعبتك معايا قوي الفتره اللي فاتت، بس استحمليني شويه عشان عندي دور برد مموتني ومش قادر اتكلم كتير، والله مش قادر احرق. يعني انا عارف ان انا تعبتك معايا مؤخرا، اعرفك بقى شويه ازاي تبقي بنت كيوت، راي الرجاله فيكي. بس انا عامل الفيديو النهارده ده مخصوص عشان مصلحتك. ست البنات، لو فاكره انه فاتك قطر الجواز، لو بنت خالتك الفلاحه اتجوزت مهندس سايبر سيكيورتي وعايشين في دبي وامك بتقعد تعايرك، لو فقدتي الامل تلاقي البايسبس اللي ممكن تنامي عليها، جيس وات، انا النهارده جايب لك المواصفات الدقيقه للرجل الكوين. معانا شويه رجاله كوين، حفنا من المتسابقين هنفندهم زي ما بنعمل كل مره. اتمنى اي حد بيشوف الفيديو ده يعمل لايك شير سبسكرايب. الريتش اخر فتره حاجه في الزباله يعني، بس معلش ده تقصير مني. معانا النهارده اول رجل كوين، معتز علاء. مين هو معتز؟ مش ده السؤال الحقيقه، هو السؤال ليه معتز؟ معتز اتشهر بانه بيعمل محتوى ان هو اوسم شاب في مصر المفروض يعني. الراجل اخر فتره ربنا كرمه جامد يعني، راح LTS انجلش كورس مع الراجل اللي هو بيقعد ينظر بالانجليزي كتير ده. My name is Mu'taz Alaa. My name is Mu'taz Alaa. I have 8 years ago. وعينك ما تشوف الا النور، مش حلينه تريقه رغم ان هو كوين ومهلبيه خالص يعني. تعالوا نتكلم على شوية سلبية أنا بشوفها في المحتوى بتاعي. In the first, I'm never to talk about anything I'm doing. The second one, the people who saw me that for you the TikTok tell me why you told me that you so handsome buried in Egypt. أنا ما وصلت بوست فيديو أنا متقال in this video. ما هو طبيعي مفيش كابشنز، ما انت بتتكلم صومالي، الاي اي اكس يترجم زهد في الدنيا، قال لك خلاص اللي تشوفه يعني، راح كاتب له تيك توك 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 تيك توك، وراح يشوف شغله بقى، اللي هو الواد يشوف بقى مين الواد اللي من 100 غمر اللي عايز يعمل صوره لجورجينا وهي بتستحمى في ترعه الماريوتيه. Everything is I'm posting a TikTok that I'm under the caring about. فما تقوليش بقى إن أنت بتتكلم بجد وكل الكلام ده. And every people in Egypt is I see that some people and next step. Why you like that? Why is not clutch on me? Why is not clutch on me؟ ليه بقى؟ يعني ليه يا ابن البيت؟ ليه مش بتكلتش وتاخد وتدي في الكلام يعني my name is معتز علاء. يعني هو ده مش سبب كافي ان احنا نكلتش؟ هو برضو الواد بيمن علينا بكلمتين عربي في الويست يعني، اللي هو يعني لاخواتنا المتعلمين تحت كوبري طلخه يعني، خد حل بقك يعني. And your people is not talking about anything. يعني I'm 18 years ago. Hello. Good morning. بصوا يا جدعان، انا رحت LTS English Course باستثناء اي حاجه. انا مش هغير فكرتي عن الانجليزي، انا بعرف اتكلم انجليزي كويس جدا. انا في الامريكان accent is very cool. بتعامل مع الامريكان people بمنتهى الشياكه simplest way. هو انت يا ابني ايه البجاحه والعين المليانه وسوء التغذيه ده؟ يعني هو بجد مين المواطن الامريكي ابن الفتاكه اللي سلمك ودانه وقعد سمع الزنا ده يعني؟ بس ان انا اروح هناك في ستريس، في بروفيشنال تيستر، الراجل قال لي يكون يعني واضح بي كلير، بس انا لما كنتش بي كلير كافي وكان في توتر، فمن حقي ان انا اقول I have 18 years ago. اسمها I have 18 years old. طب بص يا ابن الحلال، يعني انا هبقى بيقلير معاك جدا، انت مش مضطر تتكلم لغه حد خالص يعني، ده مش فرض عليك يعني. حتى انت لو شفت الاجانب هتلاقيهم بيتكلموا عربي مكسر يعني، اللي هو I want to eat some ملوخيه، بس انت دلوقتي بتصور في بيتك، دافع اشتراك بكت، شقتكوا بحري ومدخله شمس يعني، في اضاءه اهو يعني، مفيش اي شيء يدعو للتوتر. طب هل في حاجه اسمها I have 18 years old؟ ما تعقل يا ابني وتاكل كويس، بدل ده مش جو لاين، ده انيميا والله. اتفرج على حلقه الرجاله في زمن مليان بالكيرلي والمولت. ودنك اللي بقت شبه كاس الشامبيونز ليج دي. طيب لان لو لاحظت هتلاقي الحلاق بيحلق وهو متوتر فشخ يعني، خايف طبعا يشيلها بالغلط. ما انت الصح بتاعك كيرلي يعني، اي حاجه تداري بيها الحلتين التفال اللي انت ماشي بيهم دول. عسل معتز عسل. انا يا جماعه الاحلام طلعت بتتحقق. انا اخيرا جبت ايفون 11 وبعد سنتين من المعاناه والتحويش وكده انا مبسوط قوي الصراحه يعني. هو موديل قديم شويه بس مش مشكله يعني، هو تحفه الصراحه بجد. ده بقى الراجل الكوين اللي بجد بقى يعني، ده الراجل اللي بيتليبورت بقى، تقدر تلاقيه في كذا مكان في نفس الوقت يعني. ممكن عادي تروح عند ماما دهب تلاقيه بيلايط السندوتشات طحينه، تروح في نفس الوقت سينما زاويه تلاقيه واقف بره بينتقد السينما البولنديه، تعدي على قهوه التكعيبه تلاقيه بيحضر ندوه ثقافيه، تعدي على تيلي بيرفورمانس تلاقيه ماشي مع البوي فريند بتاعه يعني. بص مالتي تاسكينج بقى. فيا ريت يعني محدش يتريق قوي، وبجد بشكر نفسي عشان قدرت ان انا اجيب الموبايل، وبشكر جمانة هي صاحبة الموبايل عموما عشان حافظت على الموبايل، فشكرا قوي وعقبال كل مشتاق يا رب.
دي بقى الفرحة العفوية يعني. جبت ايفون 11 بعد معاناة، يا ربي انا عفوي قوي. جماعة محدش يتريق عليا بليز، بيكفي خلاص، وقفوا التصوير. هو دي عموما نوعيه الفيديوهات اللي انت بتلاقي كل الناس الموثقه في الكومنتات، وفي الاغلب احمد حلمي بيبقى منهم برضه، اللي هو يعني احنا عيله القوم يعني، بس احنا بنحب قصص النجاح والكلام ده، ربنا يرزقك بال17 والحاجات دي. بعدين راح جايب الكاميرا على البنت اللي بايعه له موبايل عافيه، يعني البنت يا عيني جايه مشوار بعد درس الفيزياء ومتكدره، يعني هي جايه تسلم موبايل تاخد 11000 جنيه وتروح. لا هو قرر انه لا مش هبقى عفوي ونغش واتكل همهم لوحدي. اللهم بارك يا سيدي الرجال، يعني احنا ما كناش ولاد يا سيدي الولاد والحاجات دي. والله يا اخي الناس بقت مؤذية بشكل مش طبيعي. تخيلوا حد عامل فرح عايز يفرح وخلاص، الناس ما بقتش عندها اللي هو مفهوم الاحترام او اللي هو قلة احترام، لا احنا هنتعدى عليك على طول. يا اخي مش كده مش كده. ولا الناس الوسخة، الناس القذرة اللي راحت تتحرش بالبنات في الفرح بتاع كروان مشاكل. انتوا يا جدعان انتوا ايه يا جدعان؟ يعني انت ترضى ان امك في مرة من المرات وهي راجعة من البيت تقولك ان حد اتحرش بيها؟ يا ابني انت بتخاطب مين يا حبيبي؟ طيب يعني انت راجل كوين وتسلم البطن اللي شالتك والحاجات دي، بس انت بتخاطب مين؟ يعني اقل واحد في فرح كروان مشاكل ده عريس جنه تحت الانشاء. يعني انت لو بتتفرج على ريفيو كامب في دهب مثلا، هو بيتفرج على ريفيو الاسم الجيزه، ده انت ما بتروحش تقول له اعتبرها امك واعتبرها خالتك والحاجات دي، يعني ده انت بتروح تقول له عم قدرها عرضك، عم قدرها من حريم بيتك وماشيه في الشارع. انا بعمل فيديو ده بشجع في نفسي. انت هتوصل لحاجة حلوة قوي 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 في المستقبل، وانا بأكد لك كده. وما تستسلمش ما تستسلمش، ماشي؟ مسكك يا راجل يا مهلبيه والله. بص هو عادة يعني يسلم اللي ربوك وسيم والله، يعني انا برضو بعمل نفس الفيديوهات دي لنفسي كمان 5 سنين، بصور قرتي اشوف بقى الصلع الوراثي بيلعب فيا فين تحت البطانيه يعني. بيكفي خلاص، وقفوا التصوير. انا حقيقي بقيت بصحى عشان انام، وانام عشان اشتغل، واشتغل عشان ارجع انام، ولف الدنيا يا دنيا. بصوا، هو المفروض ان ده ريزو، بس هو طلع وبعدين يا سيدي الرجاله، وبعدين يا بونبونايه الشرق الاوسط، مش هنبطل عفويه ونغشه بقى. شوف بونبونايه حتى وهو باد بوي يعني قالك ما طلعتش ريزو، طلعت تي. وعملت مج قهوه كده صغير يعني، واتسلقت، اقصد فارت. ماما هي اللي عامله الكفته على فكره، الصراحه تسلم ايديها والله، طعمها خطير. يا ابني طب وهو ايه علاقه الكفته بالريزو دلوقتي؟ يعني هي الريزو دي المفروض بتبقى حتت فراخ متقطعه على رز وعليهم باربيكيو صوص او تشيلي صوص، يعني ما تحسسنيش ان انا غني وانا معيش فلوس كده. انا بقالي شهر ونص شغال في مجال الكول سنتر، ودي كانت اول مره بالنسبه لي. فده اللي حصل. اول حاجه لاحظتها ان انسى مواعيد نومك، حرفيا انت هتشتغل بالليل وتنام الظهر وتصحى بالليل وترجع تاني، وده بالتالي هيأثر على بشرتك. بس انا بجد شخص بيكره الروتين، فانا بحب كده جدا. وفي المقابل هتصور شروق شمس رهيب، وتقعد في مكان حلو وتقعد تاكل، بس الفكره كلها انك ما تلحقش اصلا تاكل لان البريك ممكن يقعد نص ساعه. وكتير منكم سالوني انت جبت الكفر ده منين، يعني انت عمال تحكي لي على الشغلانه وساحلني معاك وتقول لي شروق الشمس وكسوف القمر، يعني كل ده طلع اعلان بيجي كفرات في الاخر. ماشي يا اسطى، روح هات لي ده يا اسطى، روح يا اسطى حطه ديسبوزيشن، خش يا اسطى الفلور عشان البريك خلص، روح يا اسطى ابيز يا اسطى. خرازي 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 خرازي. انا مش متخيل ان في ناس في الحياه كل مهمتهم ان هم يقضوا وقتهم بيجادجوا على الناس، بيغلطوا فيهم بسخريه بشتيمه بالفاظ كل الكلام من ده. يعني هو كل مهمته في الحياه ان هو بيعمل كده بس، ما بيعملش اكتر من كده. يعني كانه مثلا هو في المستوى فوق كده والناس تحته كده. طب وليه يا ابن الحلال التلقيح يعني؟ طب ليه الغلط؟ يعني انا كنت ناوي اسمع كلامك والله، يعني ابتدي بقى اعمل سكين كير واعمل ريزو كفته. بعدين حصل فعلا هم العيال بتاعت الرياكت دي شايفين نفسهم فوق والناس كلها تحت. انا في 3 تحت رجلي مستخدمهم كمسند والله عشان الارض ساقعه، انا بس عشان بصور بالنص اللي فوق. يعني انا لو انا لابس البوكسر كنت وريتهم لكم، يعني بوكسر بقى بتاع. انا ما اعرفش انا قلت كده ليه والله، انا جايز ابتديت ابقى عفوي يعني. اللي عايز يشوف النص اللي تحت ينط خاص. شكل كلمه بيريد
Bro, what are you saying? That's something related to only girls. Bro, what are you saying? يعني oh my god بجد it feels like my name is معتزة. لا ليه الشباب دايما بيكرهوا في الكومنتس حرفيا؟ يعني هي مش لعبة، هي هي حاجة، مجرد حاجة طبيعية ليها علاقة بالبنات وخلاص. بس يعني اللي هو المفروض ان احنا نحترمها مش نقلل منها او نخليها مجرد لعبة. فليه؟ لو عندك حاجة حلوة تقولها قولها، لو ما عندكش so shut the fuck off. هو ايه طيب اللي خلاها خط احمر؟ طب يعني عملتوا اجتماع فين في وسط البلد طب واتفقتوا على حاجه زي كده؟ يعني مين الهيئه اللي بتقول يعني انهي بونبونيه فيكم اللي حط القرار ده؟ ليه ما تبقاش حاجه تهزر فيها؟ يعني انا ممكن يكون عندي جوك عن البريود مثلا ونفسي اقولها، مش عيب يعني مثلا ليه الفامباير خاسس؟ عشان مراته بتغديه 6 ايام بس في الشهر. لحظة واحدة عشان بجد الموضوع زيادة عن حده. يعني أنا بطلع أقول مثلا أجمل شاب في مصر، وطلعت وحلفت وقلت إن أنا بهزر، وكتاب ربنا بهزر برضه مفيش تصديق. الناس اللي عايشة في السعودية، لبنان، في الشرق الأوسط كله صدقوا إن أنا بهزر. أنتوا مش عايزين كمصريين تصدقوا ليه إن أنا بهزر. الشرق الاوسط مين ولبنان ايه؟ انت عندك 99,000 واحد بالعدد، 98,999 منهم مصريين مفشوخين ضحك، وواحد هندي عشان فاكرك بتتكلم اللغه الام. الفكره هنا ان انتوا بتحبوا الناس اللي بتطلع تصبع لكم وتسب لكم وتمسح بكرامتكم الارض في الفيديوهات. الفكره ان انتوا بتحبوا تتفرجوا على الهز والرقص وقله الادب. على الاقل انا ممكن اتفرج على اللي بيصبع ده واضحك في صمت، او اقلب الفيديو عادي يعني، عادي مش فارقه، ما خدتش ذنبه يعني. انما لما اقلب الفيديو بتاعي الاقي واحد بيقول لي ماي نيم از معتزة، لا ما انا هصبع لك بشده، هصبع لك بمنتهى القسوه. لو انت وهي بتحبوا بعض وعايزين تتجوزوا لازم تعملوا ال3 حاجات دول في اي خناقه. واحد، قول لها انك بتحبها، مفيش حاجه هتهدي الخناقه اللي ما بينكم قد كلمه بحب، وعلى قد ما صعب ان انت تقولها في نص خناقه صدقني دي هتحل المشكله بينكم. 2، ما ينفعش تخشوا تناموا متخانقين. الراجل ده اكتر واحد في الدنيا عارف صاحبتك، يعني هو ده البيست فريند اللي كانت تعرفه من قبلك. يعني ممكن تشيل كل حاجه، ممكن تشيل الاجهزه الكهربائيه، تشيل العفش، تشيل الستاير، تشيل فص كبد، تشيل بنكرياس، بس ما تشيلوش هو من الفولوينج في الانستجرام. هو عارف كويس قوي ايه اللي بيصالحها اكتر منك. يعني هتلاقيه دايما بيديك 3 حاجات تعملها لو عايزين تكملوا، 4 حاجات تعملها لو عايزين تتجوزوا، 7 حاجات تعملها لو عايزين تقعدوا في السينما. ودايما الحاجات دي عددها بيتغير او هي نفسها بتتغير، يعني بتتغير على حسب هو متارجت مين بقى تخش له تقول له يعني يا ريتني كنت اتصيت في الشبكيه قبل ما اختاره وانت موجود يا اخي، يعني يا ريتك كنت معايا تحت البطانيه. لو انتوا الاتنين ماشيين في الشارع وحد ضايقها، ارجع حاجه من وجهه نظري انت ممكن تعملها هو ان انت تسالها هي عايزاك تتصرف ازاي. عشان اول حاجه احنا كرجاله هنعملها ان احنا هندب خناقه في قلب الشارع، هنبقى عايزين نأدب البني ادم ده بغض النظر احنا فين، بس احنا ما نعرفش لو عملنا كده البنت اللي معانا هتتحط في موقف شكله عامل ازاي. يعني ايه يا ابني طيب؟ يعني انت متخيل عريس الجنه اللي عاكسها ده لو سمعني وانا رايح اقول لها مثلا يعني عاوزانا اتصرف ازاي هيعمل فينا ايه؟ ما احنا نزني بس بالعقل. يعني انت ماشي معاها وعريس الجنه راح معدي كده راح قايل لك سيبها وخد عرقها مثلا، فانت تسيبك منه وتلف وتعمل معاها سيرفي بقى، تقول لها بقى ايه رايك؟ يعني تحبي اتصرف ازاي؟ الف واضربه جامد ولا اسيبك واخد عرقك فعلا ان كيس ان انت مستحميه وحاطه ديودرنت؟ يعني عشان ممكن واحنا بندب الخناقه دي حد تاني يضايق، او ممكن لما تتخانق يحصل مشكله اكبر وهي تتساب لوحدها. انت حطيت نفسك وحطيتها في موقف وسخ. لا، من وجهه نظري الجا حاجه مش ان انا اضرب خناقه عشان ابين قد ايه انا راجل وقد ايه ان انا هحمي. انت بتحميها بان انت تسالها هي محتاجاك دلوقتي تعمل ايه، عشان في المواقف اللي زي دي هم اللي محطوطين في ضرر، في المواقف اللي زي دي هم اللي بيتفشوا. فاحنا دورنا كرجاله ان احنا نسال احنا ازاي ممكن نساعدكم. يا اسطى عموما اقدم تركايه في الحاجات دي انك بتبدا تاوج وشك وتقول له طب راز من 5 وصلها واجي لك، فبتروح توصلها وترجع تاخد حقك. بس يعني تعالى نتخيل مثلا يعني لو انت لفيت سالتها تحبيني اساعدك ازاي، يعني اكيد مش هتقول لك عايز اجدد الرخص، اكيد مش هتقول لك عايز اعمل اوردر. يعني الراجل ذاكر بالميت 3 اعضاء تناسليه في صاحبتك، يعني المفروض بتتصرف في المواقف دي. ربنا يكفيكي شر الراجل لما يقرر ينسى. انت بالنسبه له بتبقي عادي، ما بتبقيش فارقه معاه في اي حاجه. اللي بيحب حقيقي مش بينام ودلعته زعلانه منه، حتى لو هي اللي غلطانه هو اللي بيصالحها. ده نداء تزاوج طبيعي عادي. يعني الشاب مننا بيطلع له شنب ال110 ده هيحصل له شويه تغيرات فسيولوجيه بقى، يبدا يعمل نداء التزاوج على خفيف. يعني مفيش بنت خاينه احنا اللي مش رجاله تروح جامعه حلوان تعمل باك فليب وتنزل 10 ضغط وتاكل ريزو كفته، يعني تبدا تقلب رزقك بقى. شوف الكلام على ايه في المسج ريكويست النهارده. الفيديو ده اشاره، هو ما بقاش يكلمك مش عشان مشغول زي ما هو فهمك، لا عشان في شخص تاني هو حاليا في لهفه البدايات. اسطى طب يعني مفيش حاجه علينا. طيب الواد ده والله بيفكرني ببوستات الفيسبوك بتاعت البوست ده اشاره ليكي، انت ربنا بيحبك، حوقلي 10 مرات وسيتصل بيكي يا عاصي الحلاني. بص الراجل الناصح اللي عاوز يبعد عنك مش هيقول لك انا عايز ابعد عنك،
هو هيفضل معاك بس هيعاملك اوسخ معامله ويتجاهلك، وهتلاقيه بيقول لك انا هنام بدري عشان عندي شغل الصبح، ويعمل كل حاجه بتضايق عشان انت اللي تبعد عنه، ويجيب اللوم عليك يا ابن النصح. انت لو حسيت ان الراجل اللي معاكي بيعاملك المعامله دي، انت لو حسيتي ان الراجل اللي معاكي بيعاملك المعامله دي تعالي عندي في البرايفت. انا ما فيهاش الصفات دي كلها. انا في التزوج وما اقولكيش بقى فحل يعني لا هعاملك اوسخ معامله ولا هسيبك وانام بدري. هم صورتين فيو وانس بس، هم صورتين فيو وانس افك زنقتي وخلاص وكل واحد يروح لحاله. اخويا يا عم قناص المهابل يا عم. الفيديو ده للبنات اللي الناس فاكراها تقيله وكاريزما، مش اي حد يعرف يكلمها وبتاع. البنات دي بالذات بقى الحب معاهم بيجي فجاه، تكون قاعده في امان الله فجاه شخص يظهر في حياتها تحبه. على راي كلام عموره لما قال ودي مش عوايدي حصل لي ايه، اهتم بيه وبخاف عليه ودابت بقى. ودي مش عوايدي حصل لي ايه. اقول لك على حاجه، البنت لما بتكون انت وحشها بتعمل 3 حاجات. اول حاجه تنكد عليك عيشتك، تعصبك وترفع ضغطك، تنكد عليك بدون سبب. المطلوب منك بعد كل ده اللي انت تروح تراضيها، ولو معاك واحده كده اعرف اللي هي بتحبك. طب قناصة كام مهبل يا اسطى؟ يعني هل اللي انت بتعمله ده مجزي؟ هل في واحده فوق ال 16 سنه كلمتك قبل كده يعني اعجبت بيك، حبت شخصيتك، اي حاجه؟ طيب بعدين اي حد بيقول نظريه ان البنت لما بتحبك بتنكد عليك دي، بحس ان الكومنتات كلها عنده الايموجي ده اللي هو حصل يا ابن قلبي والله. يعني يا ريت كل الرجاله زيك، ربنا يجعل جوزي فتله في الباسك. بلاش تاخد نفس رد فعلها بحجه ان انت عايز تتعامل بنفس طريقتها. الراجل ده انا بشوفه من 2022. الراجل ده انا مسميه الرجل الريبوست، الراجل اللي بعد ما خنتك مع المكواجي ومحصل الكهرباء بتروح تريبوست بقى من عنده، تقول لك بقى كله بقى ما تتقمصش بقى واحتويها، لما تزعلها روح صالحها، لما تخونك روح امسك لها الفوطه، الحاجات اللي هي متعارف عليها دي. يعني روح يا شيخ، ربنا يجعل جوزي برغوته في دقنك. يعني هي تتقمص فانت تتقمص زيها، تتخانقوا فتسكت برضو تعمل زيها. طب بص خليك عارف ان يعني العاطفه بتسيطر على تصرفاتها، وده طبيعي عشان هي بنت. بس لما انت تعمل نفس التصرفات دي وتتقمص والحاجات دي كلها، فانت كده بتعند. بص هو زعل الرجاله اليومين دول بيتسمى قمص، انت مش من حقك تزعل، انما لا اليومين دول لما بتزعل بتبقى الفيمينين انرجي بتاعتك بتماتش معاها، وده مش صح للهيلثي ريليشن شيب. الكلام اللي هتسمعه من اي بنت بتسمي البنات اللي عندها على الاكونت بنات خالتي او الراجل قناص المهابل ده. ستي سيف يا كينج، انت من حقك تزعل، انت من حقك تغضب. بس كده الفيديو خلص. انا لسه همنتج والله، انا ما اعرفش هو فيديو قصير ولا فيديو كبير، بس لو فيديو قصير سامحني يعني اخوك، والله العظيم ما عارف اشم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا اولاد. لايك شير سبسكرايب، وانا اسفا جدا مضطر انهي الفيديو لغايه كده عشان هموت واعطس.